تفتكروا النجاح زي ما اتربينا عليه؟ الحقيقة الصادمة، المفهوم ده مش بس كذبة، ده فخ هيدمركم. المأساة إن في ناس طموحة جدا وبتحرق نفسها في الشغل وبيدمروا مستقبلهم بإيديهم كل يوم. والمخيف بجد إن الكارثة دي بتحصل في صمت من غير ما ياخدوا بالهم أصلا. دكتور ديفيد هاوكنز في كتابه النجاح هو لك بيفجر مفاجأة وبيدينا المفتاح السري عشان نكسر الوهم ده. ركزوا معايا في الجملة دي، النجاح مش حاجة بتعملها، الموضوع ملوش علاقة بالشغل الشاق أبدا. طب لو مش بالمجهود والأفعال أمال إيه؟ إيه اللغز اللي بيخلي ناس تنجح بسهولة وناس تعاني؟ الإجابة ببساطة عدو خفي، خلل نفسي صامت متبرمج جوه عقولنا من زمان وبيدمرنا من غير ما نحس. العدو ده هو اقتناعنا إن النجاح موجود بره، الجري ورا الفلوس والناس طريق مضمون للاستنزاف. تخيلوا الفرق المرعب بين إرهاق إننا ندور على التقدير من بره وبين إننا نملك قوة داخلية مطلقة. وعشان نصلح الخلل ده هوكنز بيقدم 3 خطوات سريعة هتعمل ريستارت لسيستم تفكيرنا بالكامل. جاهزين؟ الخطوة الأولى، وقف مطاردة، لازم نوقف الجري المجنون ورا المكافآت اللي بره دي فوراً. الخطوة التانية، نبص جوانا. القوة الجبارة والسيطرة الحقيقية مش بتيجي غير من مكان واحد، عمقنا الداخلي. الخطوة التالتة، نتحكم في حالتنا. لما نسيطر على حالتنا النفسية مهما حصل، ده الانتصار الحقيقي. الوعد ده مكتوب على غلاف الكتاب. النجاح هو لك. التحول الجذري بيبدأ لما نفهم الحقيقة دي بجد. النجاح عمره ما كان مكان هنوصله، النجاح الحقيقي هو حالة وجود داخلية قوية ومستحيل تتهز. وقتها بس النجاح مش هيبقى مجرد هدف بنجري وراه، ده هيكون طبيعتنا وهيكون ملكه كلنا. لو وصلت لهنا اعمل اشتراك وفعل الجرس، لأن الإكسبلينر الجاي ممكن يغير طريقة تفكيرك بالكامل.